يابا شايفين من تقعدني غزولة ساعة بالتسعة الصبح؟ ماما قومي جوعانة بيبة. هاي المقالة كل يوم، يعني عطلنا يا ناس، عطلنا. أرد أنام، أرد أبقى نايمة، ماكو. شلونكم؟ شخباركم؟ أموركم؟ إن شاء الله تكونون مليون ألف خير. يا مساء العسل ومساء الجمال على عيون متابعيني ومتابعاتي الحلوات في ديتكم. يلا خلوا لي لايك، وإذا أول مرة تشوفون قناتي اشتركوا بيها وفعلوا الجرس. قعدنا هنا ويا صباح الله خير. غزولة إلا بيضة، وأنا كنت يعني أرد أنام. قلت لهم عمي والله عندي عطلة، والله أرد أنام، أرد أبقى للدعش نايمة. ماكو، نو ماكو. فسويت لهم ريوق، وشايفين أول ما تقعدون الصبح انتو مروقين وهيك يعني تطولون خلق ويا الجهال. يوصل نص النهار تتعب بعد الأم، شو تسوي؟ تقضيها صياح. هذا حالي. فاتتنا كوم سوالف، طبعا أنا نسيت أسولف وياكم ونسيت أشرح لكم. من خلصنا ريوق شربت تقريبا قلاصين من المي، لأن أنا هالفترة تاركة نفسي ما أشرب مي. البشرة تجف، قابوا علي كليتي من ورا ما أشرب مي. وبعدين شفتوا لها هاي الزرعاية اشتريتها من بغداد، تموت. كلش حلوة شكلها، هي زرعاية متسلقة. لليل قميت سويت شوربة، وراح اسوي باذنجان وراح اقلي الكبة. طبعا طريقة الكبة ما شاركتها وياكم فيديو طويل، شاركتها هيج فيديو صغيروني، ان شاء الله انزلها لكم فيديو طويل يعني بالتفصيل. اي فشنو خل اسولف لكم. اقعد الصبح اني يعني هيج بالي مرتاح، اطول خلق ويا غزولة، ابدل لها تريد تلبس هاي، ما تريد تلبس ديج، نزعيني هذا ما اريده. اي اقولن ايه، اماشيها نص النهار، اتعب بعد، طاقتي تتعب بعد اذا اتنعوصت او هاي. لا والله ما اتحمل، اقولها روح البيت جدو. ادزها لامي، لان انا بعد ما اتحمل يعني قاعده من التسعة واماشيها بعد، يعني شو اسوي. شوفوا عيني، هاي كوبتي سويتها كان قبل بيوم مسويتها وجمدتها. اي صارت لي كمية يعني حلوة محترمة. بس شنو سويتها بيضة، بس شنو ما اسولف لكم على طعمها، والله بدون كركم تجنن، اطيب من سواها صفرة. وشوف هذا الداخل مالتها هيك خفيفة مو كلها عجين. خل اسولف لكم. انا من كنت بداية زواجي، مو يا بداية زواجي، حتى يجوز قبل سنة انا تعلمت الف كبة. فمن كنت الف الكبة تشوفون هذا الطرف الالف بي الم بي العجين، تشوفوه كله عجين، يصير يعني يصير ثخين. فوالله شو اسوي يعني، هي هاي كانت مقدرتي. فكنت ألفها يعني، بس ما أعرف تصير هيك كلها عجين وما ملفوفة عديل. هسه لا والله قمت أسويها رفيعة، وهيك طبق مالتها خفيفة مو ثخينة. ايه المهم ان انا اقعد يعني انا اقول لكم انه اني شو اسمه عارفه الف كبه. وهنا أنا سويت زلاطة لهانة وطماطة وبرشة جزر وليمون وملح، وكانت تجنن هيك حامضة. وهاي تشوفوه عشانه. وسويت همين شوربة، وهمين كانت الشوربة طيبة. وش قد يعني طيبة ذن هيك الشوربة وذن السوالف بالشتاء. وعشا الشتاء أبد ما نقدر نغلس عنه، يعني لازم تسوين عشاء لأن الليل طويل. كافي مو خليتي؟ يابا همين عندكم وش نفر حاشر نفسه بكل شي. كوميدية بالضيم صايرة بالضيم من ورا التنظيف والشغل والكرف والدهون. يا ربي. فساخر شي شوية نرطبهن بعد العشاء وهوست العشاء. وهنا بعدين نيمت غزولة وخلصت من يوسف ونيمت الجهال. خبرت اختي اجتني، قعدنا نبوع هذا الفيلم المصري، بس شنو يجنن كان. هيك كله مغامرة وغموض وذن السوالف، وانا شلون عاد ما احبهن، احب ذن السوالف. اي فقعدنا باوعنا سويت شامية بوقتها. اي وثاني يوم تقريبا الساعة 3 نمنا انا واختي. من ورا الفيلم مستغلين العطلة هيك ابشع استغلال. ثاني يوم سويت مقلوبة. قلت لأمي لا تطبخين، أنا راح أسوي مقلوبة وإحنا يعني نحبها، وإحنا نحبها، هم يحبوها من إيدي، يعني كل شي يحبوها من إيدي. فش أسوي؟ قلت لهم أنا أسوي لكم إياها. فسويت هنا أنا عندي التشريب، وبعدين قلدني الخضروات وخليت الخبز ما أستغني عنها جوا
يعني خليت أول شي زيت وبعدين خليت الخبزة فوقها. وهنا احنا كنا بيومها صيام، فبس صبيت لأبويا هيك، بس طلعت له مقدار يعني مالت الماعون وصبيت شي الفيال. من تخلين تشرشف بدون لاستيك، كل ساعة يتخربط. تعالي رتبيه، شوفوا للضيم. هنا عوداني كنت موصي على تشرشف، من وصلني تقريبا هاي ثالث مرة فرشة بدون لاستيك بيه، فما توقعته هيك يعني ماكو أخليه نام بيه نومة واحدة يتخربط، فكل ساعة داعي رتبيه. المهم رتبت الغرفة وعزلتها، وها كان يعني وقت العصر، تقريبا ساعة بالأربعة، شو عندي نشاط، حتى ما أحس لا بجوع ولا بعطش، كلش حلو كان اليوم. وكان هوا عالي بس دافي، الجو دافي يعني مو بارد. فطلعت لقيت عندي هاي الدواسة، قلت خل اغسلها، بس شنو من غسلتها بيها ضقع ما راحن. فنزلتها ستوري بالانستغرام، قالوا لي خلي عليها بخ عليها قاصر، خففيه بمي وجل فيها. المهم قلت يلا غسلة ثانية من تتوسخ ارجع اسويها. وهنا أنا غسلت البابية وجيت سقيت الزرعات، وكان الجو يجنن. رغم بالستوريات خبصوني، طبعا راح اخلي الانستغرام ماتي اول تعليق، بالستوريات خبصوني قالوا لي شلون باردة وتغسلين. قلت لهم والله اصلا الجو كلش حلو دافي، وين البرد. اي الواحد من يقعد وما يتحرك وهاي يبرد الصراحة، يعني انا من اقعد على الموبايل وما اشتغل وهاي ابرد واتكاسل، بس من اقوم اشتغل وهيك اتحرك ماكو. الدورة الدموية تتحرك، الدم يتحرك بالجسم، فراح تحسون بدفو. فاني هيك كان وضعي. بعدين طبيت شوية هيك، نميت انجطليت، قميت فطرت هميا، اتنشطت. هنا أنا خواتي كانوا يردن يجين، فاني ايش سويت عود، رحيت بدليت شوية ترتيبات عدليت ورحت لهن شوية ورجعت، قلت لهم أنا راح أسوي دونات ببيتي وأجي. هم بقوا عند أهلي. فهنا شنو خليت قلاص من الحليب دافي. جماعة الانستا طبعا قلت لهم راح انزلكم الوصفة هنا، فراح يسوون هجوم هنا خليت قلاص وثلاث ارباع القلاص، يعني قلاصين الا ربع من الحليب الدافي، وخليت بيضة، خليت هنا خاشوقة كلش متروسة من الخمرة، وخاشوقة كلش ثلاث خواشيق من الشكر. تمام. راح اخلطهم على مود يتفاعلون. وعندي هنا خاشوقة متروسة من البيكنج باودر، هسه خاشوقة من الخمرة متروسة، ثلاث خواشيق من الشكر، وخاشوقة متروسة من البيكنج باودر، وهنا فانيلا. إذا عندكم سائلة خلوا نفسي، إذا عندكم لا ظرف خلوا ظرف فانيلا. تمام. راح أخلطهم كلش زين. بعدين إيش راح أخلي خاشوقة من البيكنج باودر، بيكنج باودر عادي أي شي يخوني مرات التعبير. وهنا راح أخلي ذرات من الملح. تمام. بعد ما خليتهم راح أنخل أربعة، راح أنخل 4 قلاصات من الطحين، واخليهم على المكونات هذني سويتهم. قبل لا اخلي هنا راح اخلي خاشوقة من الزيت. اذا عندكم زبدة فخلوا بعدين من تعجنون، تخلون الطحين وتعجنون شوية، خلوا خاشوقتين ونص من الزبدة. انا ما كان عندي زبدة، اخر شي خليت زيت زيتون. شوفوا هنا أنا خلطت الطحين 4 قلاصات وعجنتهم. شوفوا الطحين يعني حسب نوعية الطحين مالتكم، فإذا الطحين مالتكم هيك يكون ثقيل فكلش زين، إذا لا خفيف ضيفوا بعد طحين وعجنوا عادي. فهنا شوف آخر شي خليت أنا زيت زيتون لأن ما عندي زبدة. إذا عندكم زبدة خلوا خاشوقتين ونص من الزبدة، هيك هي، ويعني مو تموعوها، لا هي وجافة بحرارة الغرفة. وهنا أنا شوفوا بس تركتها هيش نص ساعة، غلفتها وتركتها ترتاح. شوفوا شلون ارتفعت عندي العجينة. هنا ايش راح اسوي، قصيت هيج ذني ورق الزبدة بهذا الشكل على مود اخلي عليها الدونات، قطعتها 6 على مود تسهل علي الفتح مالتها، وخليتها ترتاح. وراح افتحها، وشنو عندكم انتو شقد تردوها، كبرها حجمها كبيرة صغيرة بكيفكم، شنو عندكم اي شي قالب تسوون بيه. ما عندكم قوالب تعالوا سووا نفسي بالقلاص، اي قلاص عندكم. اذا تردون طاسة مال هاي الطاسة او المنشاسة شو نسموها، همين سووا بيها. فهنا شوفوا راح افتحها وبعدين اسوي الشكل اللي اريده. تمام. طبعا اليوم خابصتكم بالسوالف اني يا ابوي، هو انتو بدون شي ما خلصانين، هدول اشرح لكم على وصفة. شوفوا اول شي سويته بهذا القلاص، شنو حسيتها صغيرة، قمت جبت قلاص بعد أكبر،
أنا هسه منه راح أسويها وأخليها بورق الزبدة، أتركها ترتاح 40 دقيقة، نص ساعة، تنفش يتضاعف حجمها. يا الله أبدي أقلبيها. وشنو أقلبيها؟ الزيت مالتها يكون غزير، يعني هواية، يكون يغطيها من أدخلها. شنو عندكم شي صغيروني؟ أنا خليتها بقدر صغير على مود أخلي زيت هواي، وأنا أخليها بالزيت تتغطى يعني بالزيت. شوفوا هيج. وهنا أنا عندي هذا الشكل ثاني. طبعا ذيش سويتها الدوائر، هسه راح تنفش وأقليها وبعدين أحشيها من الداخل وأغمسها بالشكر. أما هاي عندي لا، بس أجي أخليها بالنوتيلا. تمام. فهنا أنا عندي حميت الزيت. أول شي تخلوه على نار عالية، من تردون تخلون الدونات نصوا وجيبوا الزيت خلوه هيج فوقه بهاي الطريقة على مود ينفش عندكم. الحشوة مالتها شنو؟ أول شي سويت حشوة بالبيت ما عجبتني. قمت طلعت طبعا بالانترنت الحشوة ما عجبتني، قمت وصلتهم بسرعة جابوا لي نوتيلا وراح حشي نوتيلا. هاي النوتيلا ايش سويت؟ يا اما عندكم قشطة تخففوها بعلبة قشطة، او اني خففتها بحليب عادي، حليب هذا سائل خففتها بيه. وشوفوا هاي اول ما طلعتها غمستها بالشكر وبعدين فتحت هيج فتحة صغيرونة دخلت بيها الحشوة. وهاي همين من فوق، بس الصراحة هاي المحشيتها من جوا تموت، كلش طيبة. هاي أطيب من هذيك بس غمستها من فوق. وهاي سوينا لنا سهرة أنا وخواتي. وشلون كانت السهرة حلوة يابي. اسمنيتكم ويانا هيك تفوتكم منا صوت الجهال منا الهوسة منا صوت جهال منا الهوسة منا الترتيب، يعني تونسنا وسوالف وضحك. وساعة جهال يتعاركون، ساعة يقعدون. وطلعنا له فيلم همين. اي شوفوا نارد اصور ولزقة الذبانة ماكو يا معادة وخري اي. وطلعنا لنا فيلم وشفنا وشون كان همين قاعدة حلوة ومرتبة. شنو طلعنا هذا الفيلم تذكروه مال الأهل يسافرون ويعوفوه وبعدين يجون الحرامية يدخلوا لي البيت ويراويهم الويل. اي فطلعناه والجهال كيفوا عليه، جال يحبون ذني الأفلام. فتعمدنا نطلع هيج أفلام مضحكة ومال أطفال، ما طلعنا لا أكشن لا رعب من وراء الأطفال. اي والحمد لله نمنا ساعة بالأربعة الصبح نمنا. قعدنا ثاني يوم صار ريوقنا بالوحدة ونص تقريبا. لقيت أبويا كان جايب هريسة فتريقنا. بعدين اجيت شفت أمي تغسل السمك، قلت لها تعال خل أخذ لك لقطات. أمي ما تحب التصوير، قوة صورت عكسي عكس بتها. وهنا اجيت أشوف التمن مخليه على النار وسوينا تمن أبيض والسمك. وكان همين قاعدة حلوة ويا خواتي، يعني أكيد القعدة ويا خواتي ويا أهلي غير. وهنا أختي كانت تصب الزلاطة، قلت لها تعال خل أصورك. أي وجابوا هنا الأكل وقعدنا وبس. هاي حبيت أشارك وياكم يومنا وبس. باي باي.